اللي اتفرج على اهداف ليفربول وبسويتش تاون هيلاحظ ان محمد صلاح عبقري في التحركات. محمد صلاح مش طبيعي. محمد صلاح يا جماعه واحد من احسن اللعيبه اللي في العالم اللي بتتحرك في الملعب وخصوصا في ظهر الدفاع. انا بحس ان في عينيه فيها فار بترسم له خطوط الملعب وتخليه يحط نفسه مع اخر مدافع بالسنتي. فلما تتفرج على الهدفين هتلاقي مثلا في الهدف الاولاني من البدايه سند الكره لارنولد ولف وخد سبرنت عشان يقطع المساحه الكبيره جدا اللي في ظهر الدفاع. فلما لقى ان ارنولد ما عملوش الباص وقف والفار اللي في عينيه رسم له خطوط الملعب وخلاه يحط نفسه مع اخر مدافع اللي هو معاه وخلى عين على ارنولد وعين على اخر مدافع. ولما ارنولد عمل له الباص ضرب الاوفسايد وضرب خط الدفاع بالكامل وراح عمل باص واسيست الجوتا بمنتهى الروعه. ولما تتفرج على الهدف الثاني من البدايه هتلاقي ان في البدايه الكره مع فان دايك رفع عينه وبص على محمد صلاح ومحمد صلاح بالفار اللي في عينيه رسم خطوط الملعب وخلى نفسه مع اخر مدافع بالسنتي ورفع عين على فان دايك وعين على اخر مدافع اللي هو معاه. وفان دايك لما لعب له الكوره استلم ودخل على حدود ال 18 وعمل باص لسوبوسلاي ودخل تاني واتحرك في قلب ال 18 والفار اللي في عينيه برضه رسم له خطوط الملعب وخلاه يحط نفسه مع اخر مدافع ورفع عينه وخلى عين مع سوبوسلاي وعين مع اخر مدافع. ولما سوبوسلاي لعب له الكوره راح وحطها بمنتهى السهوله. فمحمد صلاح يا جماعه مش لعيب هداف ولا لعيب سريع بس، محمد صلاح واحد من احسن اللعيبه اللي في العالم اللي بتتحرك في الملعب وخصوصا في ظهر الدفاع.